حضرتك كده بالظبط. انا بسأل على قروض الاستثمار قصيرة الاجل. ها؟ انا هقدم على القرض ده وبعدين افتح محل حلواني مخبز كده صغير في الدقي. الاوراق ايه؟ سيبني اشرب شويه بس. استاذنك ممكن تطلب تجيب كوبايه ميه من الثلاجه اللي وراك دي بعد اذنك؟ ميه؟ ما اجيب لك غدا يا اخويا احسن. بعدين يا صالح انا كلمت فتحت. الراجل عنده حق يا صالح، ده ضيف عندنا. استاذ هو اللي يجيب لك ميه ويعني ايه ده؟ ده ضيف عندنا يا صالح. في ايه يا جماعه؟ ايه ده؟ معلش اصل انا البنطلون مبلول وانا بنشره بس عشان ينشف. بقول لك استاذ، انا هعمل ميه لصالح، اعمل حضرتك ميه معايا هنا؟ وايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ هو ده مش بنك محترم؟ اشرب واتكلم. انا هروح بقى اقعد هناك عشان انا دقيقه بالظبط وههبل. يا لهوي. أؤمر حضرتك عايز حاجه؟ عاوز حاجه؟ ده تالت مره تسالني السؤال ده. معلش اسفين. أؤمر. عايز افتح محل مخبوزات وعايز اعرف ايه الاوراق المطلوبه بالظبط. تقول لي اسم المحل ايه؟ مخبوزات نجوى. معلش سؤال بس. اشمعنى نجوى؟ اسم امي. بعتز بالاسم ده. بس يا عمرو، بس يا عمرو، حضرتك اكيد يعني عملت دراسه نجوى عن الام. طبعا حضرتك بقى في محل المخبوزات ده هتبيع سميت وبسكوت محشي نجوى. لا 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 لا، في حاجه مش طبيعيه. انتوا مش شايفين ان انتوا زودتوها شويه يعني ولا ايه؟ الصراحه انتوا شاربين حاجه انت وهو يا يا فندم هو احنا لو مش شاربين انا البس كده. يا نهار ابيض.